ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ اهلا بيك في بودكاست الحبايب مع كنز. اهلا بيك. النهارده هنتكلم على احنا كنا بنشتري ازاي زمان وبنشتري ازاي دلوقتي. دلوقتي اسهل بكتير ان انت تشتري وتجيبي اي حاجه، تخشي تعملي سيرش، عندك بقى كل الحاجات اللي انت عايزاها. اي حاجات كنت بتعمل شوبينج ازاي زمان؟ بلف طبعا، بنزل الف على حاجات كتير وعامل لسته كده، عايز اجيب كذا وكذا وكذا. وهي نازله واحده اللي عايز انزل اجيب كل الحاجات اللي انا عايز اجيبها، عشان مش هنزل النهارده وانزل بكره وانزل بعد بكره، هزهق جدا. فاكر كمان لفه المول؟ رجلك كانت بتوجعك. الحاجات كلها عشان اجيب الحاجات اللي انا كاتبها في ورقه معايا قد كده، عمال اشطب على الحاجات، واصلا الحاجات مش هعرف الاقيها، اقول بقى انزل تاني يوم تاني عشان اجيب وعشان ترجع حاجه. رحت البيت بصيت في المرايه بتاعت البيت غير المرايه بتاعت المحل، مش عجباني. هو في المحل في حاجه على فكره بيعملوها، بيخلوا الشكل الواحد يبقى احلى، صح؟ الهدوم اي هدوم بتقيسيها، لا هي دي تحفه. بحس كده. لا طبعا دلوقتي اعملي سيرش على حاجه اونلاين، عندك الاشكال والالوان، فتنقي اللي انت عايزاه. وحيث في بيتنا كنز مثلا عنده الاسترجاع سهل انت جدا. اصلا بتجيبيها وانت قاعده في بيتك ساعات بالليل، يوم وحش، يوم مش لطيف، اخش كده اللي هو انا النهارده يوم متضايق جدا، بالظبط. انا اخش اعمل اونلاين شوبينج، اجيب حبه حاجات كتير جدا واخلص حاجات مختلفه، حاجات مختلفه عن بعض، اللي هو اصلا ابقى داخل اجيب مثلا ساعه، الاقي نفسي جايب حاجات للمطبخ وجايب حاجات للقطه وجايب حاجات ليا وجايب حاجات كتير جدا نفسي فيها من زمان. يلا الفرصه انا بعمل كده، اجيب كل الحاجات واطلع من الموضوع ده بتاع ان انا اشتريت حبه حاجات النهارده مبسوط جدا، هو كان خلاص انا متظبط. فهو ده بقى الفرق ما بين زمان ودلوقتي، اللي هو انا هدخل على ابلكيشن واحد، ويب سايت واحد. خلاص